تخيلوا كده 3 مؤسسات تحليل مالي كبار بيبصوا على نفس السنة 2026. كل واحدة فيهم بتستخدم طريقة مختلفة تماماً عن التانية. يا ترى ممكن يوصلوا لنفس النتيجة؟ ده السؤال اللي هنكتشف إجابته سوا. هنفكك رؤية 3 مدارس فكرية مختلفة ونشوف الصورة اللي بيرسموها للسوق. يلا بينا نبدأ الرحلة دي. طيب خط سيرنا هيكون إزاي؟ أول حاجة هنفهم ليه 2026 دي سنة مهمة. بعدها هنغوص في تحليل كل شركة لوحدها، وفي الآخر هنشوف المفاجأة، إزاي كل الطرق المختلفة دي ممكن توصلنا لنفس المكان. طيب ليه كل الكلام ده عن 2026 بالذات؟ إيه اللي مخليها سنة مهمة قوي كده في عيون الخبراء؟ في شبه إجماع إنها نقطة تحول، بس ده معناه إيه عملياً للمستثمر؟ وإزاي ممكن نستعد للتحولات دي؟ شوفوا التعبير ده من تقرير EFJ هيرمس عنده نقطة تحول. الكلمتين دول هما بالظبط مفتاح الحكاية كلها. دي مش مجرد سنة جديدة وخلاص، لأ، دي صفحة بتتقلب بالكامل في كتاب السوق، وده بيخلينا نسأل إيه اللي مستنينا في الصفحة الجديدة دي. طيب خلينا نبدأ بأول رؤية معانا، رؤية EFG هيرمس، وهنا إحنا بنتكلم عن المدرسة اللي بتبص على الصورة الكبيرة، اللي هو التحليل الاقتصادي الكلي. عشان نفهم طريقة EFJ هيرمس، تخيلوا إنهم راكبين طيارة وباصين على الدنيا من فوق. بيبدأوا بأكبر صورة ممكنة، الاقتصاد العالمي ماشي إزاي، وبعدين واحدة واحدة بيبدأوا ينزلوا بالطيارة دي عشان يشوفوا تأثير الطيارات العالمية دي على الأسواق المحلية. طيب إيه هي العوامل اللي EFG هيرمس شايفينها هترسم ملامح السنة دي؟ هما 4 حاجات أساسية. دولار أمريكي أضعف شوية، وده بيشجع الاستثمار في الأسواق الناشئة. أسعار النفط أقل، وده بيخفف الضغط على الاقتصادات اللي بتستورده. أسعار فايدة أمريكية مستقرة، يعني تقلبات أقل. وأخيراً مخاطر جيوسياسية بتقل. ال4 دول مع بعض كأنهم بيخلقوا جو مثالي لنمو الأسواق الناشئة. بس في نقطة مهمة جداً هنا، مش كل العوامل دي تأثيرها إيجابي على الكل. يعني مثلاً انخفاض أسعار النفط ده خبر حلو جداً لدول زي مصر اللي بتستورد بترول، لكن في نفس الوقت ده بيمثل تحدي لدول مصدرة زي السعودية. طيب بعد الجولة دي بالطيارة، إيه الخلاصة اللي وصلوا لها؟ التوصية واضحة، زيادة الوزن الاستثماري في الإمارات ومصر. وبالنسبة لمصر تحديداً، النظرة الإيجابية دي جاية من توقعات بإن الفايدة ممكن تنزل وإن الطلب المحلي هيبدأ يتعافى. تمام، كده شفنا الرؤية الأولى. دلوقتي بقى هنعمل زوم إن، هننزل من الطيارة دي للأرض ونغير زاوية الرؤية 180 درجة مع شركة عكاظ ونهجها المختلف تماماً. لو قلنا إن EFG هيرميس بيبصوا من طيارة، فشركة عكاظ ماشية على الأرض وماسكة عدسة مكبرة. منهجهم اسمه من القاعدة للقمة أو bottom up، يعني مش بيشغلهم قوي الجو العام شكله إيه، قد ما يهمهم صحة كل شركة على حدة. إدارتها كويسة، أرباحها بتزيد، عملياتها ماشية صح. بيفصصوا كل شركة كأنها عالم لوحدها. والجملة دي من تقريرهم بتلخص كل فلسفتهم: ارتفاع أهمية الأساسيات التشغيلية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عكاظ بتقول إن في 2026 اللعبة هتتغير. النجاح مش هيكون للشركة اللي بتعرف تعمل تحوطات مالية وخلاص، لأ، النجاح هيكون للشركة اللي أساسها قوي، اللي بتشتغل صح على الأرض. وهنا بنشوف الفرق واضح جدا بين الطريقتين. على اليمين منهج التوب داون بتاع EFG هيرمس، بنبدأ من الكبير للصغير، وعلى الشمال منهج البوتوم أب بتاع عكاظ، بنبدأ بالشركات الصغيرة ونبني منها الصورة الكبيرة، زي اللي بيركب بازل بالظبط، منهجين مختلفين تماما. كده شفنا الرؤية من فوق والرؤية من تحت بالعدسة المكبرة. فاضل معانا رؤية تالتة، ودي بقى مختلفة خالص، رؤية شركة تايكون، أو اللي نقدر نسميها استراتيجية الاستثمار الموضوعاتي. تايكون بقى مش بيبصوا على الخريطة كلها زي هيرمس، ولا بيفصصوا كل شركة لوحدها زي عكاظ. لا، هما بيدوروا على قصة معينة جوه السوق، قصة نمو ليها بداية ووسط ونهاية، وبيراهنوا على القصة دي كلها بأبطالها. طب إيه هي القصة اللي تايكون مراهنة عليها لسنة 2026؟ القصة هي الشركات اللي ليها علاقة بجهاز مستقبل مصر. الفكرة كلها هي الاستثمار في مجموعة شركات، مش عشان كل واحدة فيهم لوحدها، لأ، عشان كلهم جزء من قصة أكبر ليها علاقة بمبادرة تنمية وطنية. وهنا بقى تيجي نقطة مهمة جدا، الرهان بتاع تايكون مش على أداء الشركات دي دلوقتي، اللي هو ممكن أصلاً يكون مش أحسن حاجة. لا، الرهان كله على المستقبل، على قدرة الإدارة الجديدة في جهاز مستقبل مصر إنها تعيد هيكلة الشركات دي وتحولها لفرص استثمارية جاذبة جدا على المدى المتوسط. طيب
كده بقى عندنا 3 طرق تحليل مختلفة تماماً. طريقة بتبص من فوق بالطيارة، وطريقة بتفصص من تحت بالعدسة المكبرة، وطريقة بتراهن على قصة معينة. السؤال المنطقي دلوقتي، هل ال3 طرق دول ودونا ل3 أماكن مختلفة؟ وهنا بقى المفاجأة الكبيرة. بصوا معايا على الجدول ده لأنه بجد بيلخص كل حاجة. EFG هيرمس بالمنهج الكلي بتاعه وصلوا لنتيجة إيجابية عن مصر. عكاظ بمنهجها اللي بيركز على أساسيات الشركات وصلت برضو لنتيجة إيجابية عن قطاعات وشركات معينة في مصر. وتايكون بالرهان الموضوعاتي بتاعها وصلت هي كمان لنتيجة إيجابية عن مجموعة شركات مصرية. وده يوصلنا للخلاصة النهائية والأهم في تحليلنا النهاردة. بالرغم من إن كل مؤسسة استخدمت طريق ومنهج فكري مختلف تماماً، إلا إن التلاتة في النهاية شاوروا على نفس الوجهة. السوق المصري في 2026 فيه فرص واعدة. يعني نقدر نلخص اللي شفناه في 3 استراتيجيات أو 3 عدسات نقدر نبص بيها على السوق. العدسة الكلية اللي بتشوف الصورة الكبيرة، العدسة الأساسية اللي بتفحص صحة كل شركة، والعدسة الموضوعاتية اللي بتدور على قصة نمو تستاهل نراهن عليها. وهنا هنسيب سؤال مهم للتفكير. بما إن ال3 طرق المختلفة دي في النهاية وصلوا بينا لنفس النتيجة، يا ترى أنهي استراتيجية هي اللي هترسم ملامح 2026 فعلاً؟ استراتيجية الاقتصاد الكلي الواسعة، ولا أساسيات الشركات الدقيقة، ولا قصة النمو المحددة؟